أنا ما أدري إيش المفردة المكررة اللي يكتبون فيها كلاش نوع سلاح، فمنعونا لين نقفل الكومنتات كلها، الشات كلها قفلوا الآن. خلاص يا جماعة، يعني اللي ما هو محترم بثنا ترى ما نحترم. هذا ايش يقصدون؟ هذا ماني فاهم وش المفردة دي. خليه يرتاح. فنان راب؟ لا وفنان كمان. ألف السلام عليكم. وش الفنان ده؟ لحظة، وش هو الكلاش هذا؟ كلاش وش؟ ماني فاهم أنا وش معناته. مشهور ايش؟ شلته وحده جاء شريط سلاب اكرم الله السامعين. ريان الحربي وش واكتب؟ يمكن يا شيخ في خير اكثر منا. وش خير اكثر منك؟ شلون؟ انا ماني فاهم. انت تكتب من هو انا عشان لا، عشان يوم نتكلم صح. جماعه انا بخاطري حتي قفل اكتم الصوت. انا بخاطري كلام يخص شخص مغني راب، الله يصلح الحال، اتركونا من المغني. شوفوا، انا زعلت من امر سمعته في التواصل الاجتماعي يضيق صدري. والله يا جماعه إنه ما يحق لأحد أن يتجاوز على شخص ميت. أول شيء إن هذا أمر محرم ولا يجوز. ثاني شيء رجولة ما ينبغي أنك تسب شخص ميت أبدا، لا في الدين ولا في العرف. اللي قاعد يتطاول على أبو سعود القحطاني أذكره بالله وقل اتق الله. اللي تسب أبو سعود القحطاني وتلعنه خاف الله تبارك وتعالى. إن كان بينك وبين سعود خصومة فأنت وسعود وراس سعود، لكن أبو سعود المتوفي ما يجوز لك أن تتعرض أبوه بشيء، فخاف الله جل في علاه. هذا ميت وله حرمة. والله أن هذه الأمور ننكرها جملة وتفصيلا. ما يجوز لك أنك تتطاول على أبو هذا الرجل. ترى ما وصلت الحد أن ترى ما نقبل منك أيا يكن، هذا ميت. أمواتنا، أموات المسلمين عموما، مجرد ما تتواصل حرمتهم تسقط من عندنا مهما قلت لن يقبل منك. ما نقبل منك. أحد يلعن ميتك ترضاها عرفا؟ ما تقبل. كيف يعني تلعن أبو رجل ميت توفاه الله تبارك وتعالى وتلعنه؟ أنت عاقل؟ تبانا نقبل منك؟ لا، نبي ننكر عليك في بثوثنا كلها. أمواتنا ما نسمح لك أن تصل لهم أبدا. اللي بينك وبين هذا الشخص بصرك. سعود من دون نفسه، ما هو براد عن أبو الياس، ما لي دخل فيه، من دون نفسه يرد عليك. لكن أما أموات المسلمين لا، احنا من دونهم والله نبرد عليك ونبي ننكر عليك ولا نقبل منك هذا القول أبدا. وأنا أتمنى من متابعين أبو الياس ومحبين أبو الياس إن أي شخص يعني يصل إلى عرض المسلمين اللي توفاهم الله تبارك وتعالى أن لا يقبل منه ولا أزل متابعته ولا تتابعه أبدا. ترى ألزم علينا موتانا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم ويتجاوز عنهم جميعا. ولا نقبل أبدا أن يكون أحد يسب من الأموات. أسأل الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم. يعني وصلنا في الخصومة إلى أن نتطاول على الأموات؟ فلا. أنا استعديت كأني مسكت الباب، فهجمن علي سكرت الباب، قعدن يضربن الباب
فأنا أقول بنفسي الآن يعني مخالفها تخترق الباب لأنه كان خشب، فأفكر بحل. هل أثناء فعلا اخترقنا الباب طلعت مع باب الشقة كان حديد وقفلته، كان أقول في نفسي ما يقدر أن يطلع، إلا أنا في الملحق تحت عند أمي وأقول لها كلمت أو راسلت فلان وفلان وبشاير اللي هي بنت عمتي إذا بيستأجرون الشقة، فلان وفلان لما استيقظت نسيت أسمائهم وانتهى. البيت هذا بيت من اللي انت شفته؟ بيت أهلي. أهلك؟ نعم إيه. خواتك كم؟ خواتي 3. علاقتك بخواتك كيف؟ زين الحمد لله. واللي بعد الزين وش؟ لا زينة يا ربك الحمد ما فيها شيء. البيت هذا بيت أهلك، من فيه ساكنين غير خواتك من النساء؟ فيه زوجات إخواني. كم امرأة؟ مين؟ لا ثنتين؟ 3. الثالثة تجي وتروح من ثالثة. أنا بعطيك كلام عام، أسأل الله زين يحفظك يسدد خطاك. إن شاء الله. أحسن إلى الناس إذا أساءوا إليك. بإذن الله. شيخ نعم. بس حبيت أشكرك، أنا جربت عود صبا وكان رائع جدا جدا، جزاك الله خير. فخور فيك، الله يبارك فيك، لا على فيك. السلام نعم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي حلم لأختي. تفضلي. حلمت أختي إنه أنا معاها في قطة أسود مقطوع الرأس. إيش؟ يلحقنا. قطة أسود بس أسود مقطوع مقطوع الرأس. الرأس؟ ليس مناما. أيوة. ليس مناما. أوكي طيب في منام ثاني كمان شافته إذا ممكن. استدعك الله، ليس مناما، هذا من تلعب الشيطان فيها، ليس مناما. نختصر. سمي سحاب. سحاب. نايمة. احنا ما ذبحنا اللي يدخل عندنا وينام. الله يوفقك يا سحاب.